لماذا سارعتم بتأييد ودعم حركة طالبان حتى قبل أن تظهر ملامح النظام أو الحكومة التي ستقوم طالبان بتشكيلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نحن وطالبان كنا في معركة واحدة. وكنا نريد أيضا للطالبان ليريدون كنا نريد أن نبني دولة إسلامية أفغانستان حر من دون مداخلة أي احتلال. الخروج القوات الأجنبية دون أي شرط خروج من أفغانستان. الحكومة التي تحملت القوات الخارجية على أفغانستان أو فرضت على أفغانستان ونحن نريد تعويض تلك الحكومة بحكومة التي تكون مدعومة من قبل الشعب، من قبل أكثرية الشعب. وأيضا نحن نريد الإطمئنان لشعبنا ولكل الأطياف اللي موجودين في البلد، ألا نكرر أو ألا نستمر في حرب في بلدنا أو في أفغانستان. حتى نستطيع أن نترك الشعب الأفغان لكي هم ينتخبوا الحكومة المستقبلية في أفغانستان. فعلى هذا الأساس كنا متفقين في هذه الأهداف. نعم. على هذا الأساس نحن قلنا نحن متفقين ونحن نؤيد في تلك الأهداف الحكومة المستقبلية للطالبان. سيد حكمتيار، هل ستكون جزءا؟ نحن قلنا بلا قيد والشرط أي شروط المستقبلية، أي شروط وأي شيء نؤيد حكومة الطالبان. نعم. سيد حكمتيار، سؤالي، هل ستكون جزء من أي عملية سياسية قادمة في أفغانستان سواء على مستوى الحكومة أو على أي مستوى آخر؟ نحن أي نوع من الصحبة الصادقة ومشاركة الصادقة في الحكومة المستقبلية. يعني نحن لا نؤيد حكومة الطالبان بمعنى نحن نريد مناصب في الحكومة المستقبلية. هذه حكومة راح تبني على موافقة كل الأطياف وكل القبائل لكل شعب، وحكومة مستقبلية تكون حكومة شاملة، حكومة أفغانية. نحن نريد أن تكون حكومة القادمة تكون حكومة الأفغانية وحكومة مبنية على شعب الأفغان دون تدخل أي جهة أخرى. نعم. طيب حزب اسلامي كافي شمير كوادر لري اسلام متعهد كوادر. لدينا كوادر مجربة ولدينا الناس المخلصين وناس أكفاء. دغسي شخصیتونه چې د دوو زبرځواکونو اشغالګرانو مقابله کې ودرېدلي
او دا تحریک له فکري او عملي او نظامي پلوه هغوی پیل کړی. الناس الكوادر اللي موجودين لدينا هم اللي بدأوا تحرير بلدنا وتحرير أفغانستان من الاحتلال القوة العظمى اللي كانت في عالم، وهم موجودين ويستطيعون خدمة البلد والشعب. نعم. د اسلامي نهضت په فکري لحاظ هم د حزب اسلامي له لوري پیل شوی ده 52 کاله وړاندې، او له نظامي او عملي پلوه هم. نحن بدينا الكوادر اللي موجودين عندنا، بدينا قبل 52 عاما، بدينا النهضة الإسلامية لمنافع البلد ولمنافع شعب الأفغانستان. طيب سيد حكمة يار، عفوا للمقاطعة، لكن اسمح لي، هل عرض عليكم أي منصب رسمي في الحكومة القادمة لطالبان؟ هل عرض عليكم شخصيا أي منصب رسمي في الحكومة القادمة؟ باید عرض کم چې تر ننه پورې لا زموږ او د طالبانو ترمنځ د راتلونکي حکومت په ارتباط رسمي مذاکرات نه دي پیل شوي. حتى الآن نحن ما تحدثنا مع الطالبان بخصوص حكومة القادمة، ونحن نتوقع في المستقبل، لأن هذه مصالح البلد، مصالح مشتركة. هل إذا عرض عليكم أي منصب رسمي سيد حكمة يار ستقبلونه؟ أي مشاركة في الحكومة القادمة ستقبلون هذا العرض أم لا؟ موږ د یو اسلامي قوي مرکزي حکومت د جوړېدو په ارتباط هر ډول مرستې او ملګرتیا ته چمتو. نحن ندافع ونحن مع حكومة قوية المركزية والشعبية، نحن ندافع عن تلك الحكومة أو نظام المستقبلي. دغسې حکومت جوړولو په ارتباط هر ډول ملګرتیا او همکاري ته چمتو. وإن شاء الله نحن حاضرين لحكومة اللي فيها مصلحة الشعب ومصلحة البلد. سؤالي مرة أخرى سيد حكمة يار، هل عرض عليكم أي منصب رسمي أو أي مشاركة في الحكومة القادمة لطالبان، أو يعني في النظام السياسي بشكل عام؟ تر ننه پورې چې کوم ملاقاتونه شوي دي په شخصي مستوا هم او پر د حیاتونو په مستوا هم، هغوی له لوري دا ویل شوي دي چې حزب اسلامي باید راتلونکي نظام کې په زړه پورې او شایسته ونډه او خپل مقام ولري. الآن لما تر اوسه پورې لا رسمي مذاکرات تمت الجلسات بيناتنا بمستوى الرئاسي وبمستوى المندوبين بيننا وبين الطالبان، هم قالوا لأن الحزب الإسلامي سوف تلعب دورا هاما في المستقبل أو في حكومة القادمة. نعم. وکړ چې موږ تر اوسه پورې لا رسمي مذاکرات نه دي پیل کړي، ونحن دا مشخص او څرګند ځواب نشم ویلی. ونحن ما بدينا حتى الآن مع حركة الطالبان أي جلسات رسمية وأي اتفاقية رسمية بخصوص الحكومة القادمة. سيد حكمة يار، طالبان تتحدث عن إمارة إسلامية تنطلق من الشريعة الإسلامية، هل توافقون على هذا الشكل لحكم أفغانستان خلال المرحلة القادمة؟ دا 53 کاله کېږي چې موږ په افغانستان کې اسلامي نظام غواړو. من 52 عاما نحن نريد نظام إسلامي في بلدنا في أفغانستان. او په سیاسي او فکري مبارزې بوخت وو. وإذا كنا مشغولين على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الفكري، كنا مشغولين على هذه المواضيع. راتلونکی نظام حتما باید اسلامي وي. زموږ ټول ملت اسلامي نظام غواړي. دا ټول قرباني چې تر ننه پورې وکړل شوي د اسلامي نظام لپاره. ونظام المستقبلي لابد أن يكون نظاما إسلاميا، لأن كنا نريد النظام الإسلامي والشعب يريدون النظام الإسلامي، ولا بد في بلدنا نظام الإسلامي. طيب. د زعیم نوم بسي امیر خلیفه مشر رئیس
دا بیله موضوع ده په دې باندې به بحث کوو چې کوم نوم تر ټولو نه مناسب دی. هذه نقطة منفصلة لماذا يكون الزعيم المستقبلي إما خليفة وإما الرئيس وإما الأمير، وهذا شيء سوف نتكلم عليه إن شاء الله في المستقبل. لكن سيد حكمتيار، البعض يقول أن هناك توجه أن يكون نظام الحكم في أفغانستان شبيه بنظام الحكم في إيران، ووجود يعني رأس أعلى على الناحية الدينية وعلى المستوى الديني للدولة كالمرشد العام أو المرشد الأعلى عفوا في إيران. هل توافقون على هذا الشكل؟ زه معتقد یم چې موږ څرګند مثالونه د اسلامي أنا أعتقد لأن لدينا أمثلة إسلامية موجودة لا تاريخ الإسلام لا د خلفاء راشدين ولا دورنا من تاريخ الإسلام من وقت خلفاء الراشدين. هماغسې لکه چې په هغه دور کې موږ حکومت درلودو او زموږ لپاره في ذاك الوقت هماغه حکومتونه دي. كنا نملك الحكومة ولدينا المثال الأساسي تلك الحكومات اللي كانت في عهد الخلفاء الراشدين. دې ته مجبور نه یو او محتاج نه یو چې د ایران تقلید وکړو. نحن لسنا مضطرين أن نقلد الحكومة الإيرانية. د اسلامي نظام کې زعیم د سیاسي لحاظ هم زعیم ده، د تصمیم آخري مرجع ده، د انتخاب طریقه هم څرګنده ده. وفي قانون الإسلامي من ناحية تصميم أيضا الزعيم الإسلامي، ومن ناحية السياسي أيضا هو زعيم الإسلامي. د ملت د اکثریت د مسلمانانو د اکثریت په خوښه غوره شوی، په جماعت کې انتخاب شوی دی. یو کس په راس نظام کې دو درې د تصمیم مراجع نه وو، البته مكلف بشورى ولا ميلاد سرا. في ذاك الوقت كان منتخب الأمير، كان منتخب في المساجد في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، وتم انتخابه بالمشورة. فطبعا هذا قرار يرجع إلى قوانين الشريعة وإلى شعبنا. سيد حكمتيار، ألا ترى أن مثل هذا الشكل من الحكم من الممكن ألا يرضي الغرب، وبالتالي لا يعترفون بالنظام السياسي والحكومة في أفغانستان، مما يسبب إشكاليات اقتصادية وغير اقتصادية على الدولة في هذه المرحلة؟ على كل حال نحن نريد رضاء الله سبحانه وتعالى. نعم مشاهدينا الكرام، ما زلنا مع هذا الحوار المباشر مع زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمة يار، وكما استمعنا لإجاباته السابقة حول المشاركة في الحكم وشكل الحكم، وكنا نتحدث عن شكل الحكم. الآن عودة إليك سيد حكمة يار. كنت أقول لك قبل قليل أن فكرة إمارة إسلامية بخليفة أو أيا كان الشكل من الممكن ألا يرضي هذا الغرب، مما سيؤثر سلبا على فكرة الاعتراف بشرعية هذا النظام وهذه الحكومة. فهل تعتقد أن يعني هذا الشكل من الحكم من الممكن أن يكون معوقا لتقدم أفغانستان للأمام على الأقل في هذه المرحلة؟ عرض کوم چې غرب او په غرب کې ځینې هیوادونه داسې دي چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې هم یو اسلامي خالص نظام نه قبلوي. لأن في الغرب الدول الغربية وبعد الدول اللي في الغرب هم ما يقبلون في أي مكان الحكومة الإسلامية أو نظام الإسلامي. ونحن لسنا مجبورين، ونحن لسنا مضطرين أن نقوم بإرضاء الغرب، بل نريد إرضاء الله سبحانه وتعالى.
ټول نړۍ مکلف ده چې افغانانو کوم نظام د خپلو باورونو اعتقاداتو ارزښتونو پر وكل دول العالم هم مكلفين أن يعترفوا بشرعية دولة أفغانستان المستقبلية أو نظام المستقبلي. پرېږدي افغانان خپل برخلیک په خپله وټاکي. نحن أيضا نطلب من دول العالم اتركوا الأفغان لكي هم يعينوا، لكي هم يقرروا حكومتهم ومستقبلهم. که دوی په دیموکراسي باور لري او له دې نه یو غولونکی شعار نه دی جوړ کړی، نو د ملت ارادې ته باید تمکین وکړي او احترام. إذا كان هم يؤمنون على الديمقراسي، وإذا كان هم يؤمنون على الديمقراسي وليس فقط لخداع الناس، فعليهم أن يتركوا شعب الأفغانستان هم ليقرروا مسيرهم وهم ليقرروا المستقبل أفغانستان. زموږ تصمیم دا ده چې دلته به اسلامي نظام جوړو. نحن نريد نقول لأننا نقوم بنظام الإسلامي على أرض الأفغانستان. نعم سيد حكمتيار، هل تعتقد أن هناك نوع من الابتزاز من قبل الغرب عندما يتحدثون عن فكرة حقوق المرأة في أفغانستان، وأن تكون مقدمة على أي شيء حتى يتم الاعتراف بشرعية طالبان وشرعية أي حكومة تنبثق عنها؟ موږ خپل اولویتونه لرو د جګړې خاتمه. نحن لدينا أولويات. لأول شيء إنهاء الحرب في البلد، دا چې وینې تویېدو سلسله بنده کړي. إنهاء إراقة الدماء، سوله او امنیت تامین، والصلح والأمن على كافة الأراضي الأفغانية. او داسې حکومت رامنځته شي چې هغه دا هیواد اداره کړی شي. وأن تكون الحكومة والنظام المستقبلي أن تكون قادرا على كافة الأراضي الأفغانية، التسلط والسيطرة على كافة الأراضي الأفغانية. اجالة بانتقالي إدارة ضرورت لرو. فعلا نحن لابد كلنا نقول ونحن نحتاج لنظام أو لشيء، دورة انتقالية، حكومة انتقالية. په همدې دوره کې باید د راتلونکي ثابت او دوامدار اصولي حکومت بنسټونه کېښودل. وفي هذه الدورة أيضا كما قلت بعد ذلك سوف نقرر مسير أفغانستان ومسيرة النظام المستقبلي. نعم طيب. اساسي قانون په همدې مرحله کې جوړیږي. وأيضا نقوم ببناء أو باختيار الدستور والقانون الأساسي. دغه دستور به د ټولو حقوق ټاکي. وهذا الدستور أيضا وبعد ذلك الدستور أيضا يحقق ويقرر حقوق المرأة وحقوق الرجال. نعم. في ذاك الوقت بعد الدستور، إذا كان أحد عنده مثلا أحد من الدول العالم إذا لديهم أي اعتراض من نوع ما، فبعد ذلك هم بإمكانهم يتحدثون ويكلمون ويعترضون على دستورنا. نعم. ټول یقین او جرأت سره ویل شم چې هغه امتیازات او حقوق چې اسلام میرمنو او ښځو ته ورکړي په هیڅ مکتب و نظام او مذهب کې نه مومو. فأنا أقول بكل صدق وبكل إخلاص الحقوق التي الشريعة وضعت للمرأة فلا أحد ولا أي أحد يستطيع أن يمنعها من تلك أو من ذاك الحقوق. نعم. طيب سيد حكمتيار، اسلامي نظام قائم سي بیا که افغان میرمنو اعتراض وکړ دعونا، أنا أقول دعونا نحن إن شاء الله نقوم وبتشكيل الحكومة، وبعد ذلك إذا أحد من أخواتنا اعترضت على الحكومة واعترضت على قانون أفغانستان، وبعد ذلك نقول صحيح نحن لسنا مخلصين، ولكن أقول لكم اتركونا حتى نستطيع أن نشكل حكومة المستقبلية. زه له دغو هیوادونو چې دا شل کلنه خونړۍ جګړې په افغانانو تعمیل کړه، تر 1 میلیون زیات افغانان یې ووژل.
أنا أقول لتلك الدول التي جاءوا من دول الغرب وعملوا تحت الاحتلال قوة دولتنا وبلادنا وشعبنا، فأنا أقول لهم دوی زموږ ټول هیواد وران کړ. دا زموږ میرمنو ته هغوی څه ورکړي دي؟ هم دمروا بلادنا ودمروا ممتلكاتنا، هم ماذا أعطوا لأخواتنا ولبناتنا ولنسائنا؟ غیر له مرګ، ژوبلې، یتیمان، کونډې، فقر فقط دون الدمار ما عندنا دون الدمار ودون القتل ودون الجرحى ودون الهم ودون الغم ما حصلنا شيء ولا رأينا منهم خير. دوی دې ووایي چې د میرمنو ته دوی څه ورکړي دي؟ وأنا أريد أن أسألهم ماذا أعطوا لنساء الأفغانيات؟ نعم. طيب سيد حكمتيار، دعنا نترك هذه النقطة ونذهب إلى نقطة أخرى الآن مشتعلة، مسألة فشل المفاوضات بين طالبان وأحمد مسعود في ولاية بانشير، والآن تجددت المواجهات المسلحة بينهما. كيف تنظر لهذا الأمر؟ كيف تقيمه؟ پنشیر کې چې سره روان دي په حقیقت کې د مخکني رژیم د بقایا ما يجري في ولاية البنشير هذا أعمال من بقايا النظام السابق. وزير الدفاع په پنشیر کې دا وزير الدفاع أيضا موجود في البنشير، جمهور رئيس معاون وأيضا نائب الرئيس الحكومة السابقة موجود في البنشير، د فراري مخکني جمهور رئيس معاون الته ده، والنائب الثاني لرئيس الجمهور الذي فر، الرئيس السابق الذي فر وترك أفغانستان وهو حاليا في البنشير. او ځینې شریر استخباراتي شبکې چې نه غواړي افغانستان کې سوله او ثبات او امنیت تامین سي، د جنگ دوام غواړي، د دې فتنې تر شا دي. وبعض الأشخاص وبعض الحلقات من خارج، ربما يكون من خارج البلد، وبعض الحلقات الداخلية هم ما يريدون الأمن والأمان والاستقرار في أفغانستان. د پنشیر اکثریت مؤمن اوسیدونکي سوله غواړي، د جنگ مخالف دي. أغلبية الناس البنشير، أغلبية السكان البنشير هم يريدون الأمن في أفغانستان، سواء في كافة ولايات أفغانستان أو في البنشير. هغوی د امن غواړي، د جګړې پای ته رسېدل غواړي. هم يريدون أمن في أفغانستان وإنهاء الحرب في أفغانستان. د مخکني حکومت نه کرکه لري او د هغوی له بقایاونه نفرت. وهم أيضا كانوا يكرهون الدولة السابقة وأيضا يكرهون البقايا الدولة السابقة. ځینې شرغوښتونکو د پنشیر مؤمن خلک یرغمل نیولي. في بعض الناس كما قلت سابقا، لأن في بعض الناس هم ليسوا مخلصين لشعبهم ولا لولايتهم، هم احتلوا المقام الشعب البنشير، الآن هم يستغلون الوضع الحالي في بنشير. دوی دا 20 کاله د پنشیر د ولس زامن د ناټو لپاره قرباني کړل، وایي جنګوال. خلال 20 عاما الماضي، خلال 20 عام الماضي هم قتلوا الشباب البنشير والشيبان وناس النخبة من البنشير، قتلوا لمنافع الدول الغربية ولمنافع المحتلين. نعم. طيب هل تعتقد أن هناك قوى إقليمية أو دولية تقف وراء أحمد مسعود، نجل أحمد شاه مسعود الزعيم الراحل؟ یقیناً چې د هغوی تر شا خطرناکې جاسوسي شبکې دي چې د جنگ دوام غواړي په افغانستان کې او خپلې ګټې د جنگ له دوام سره غوټه کړي. وراء أحمد شاه مسعود كما قلت وبعض الناس اللي موجودين في البنشير وراءهم في حلقات الاستخباراتية اللي موجودة، هم يريدون منافعهم ليس منافع الشعب الأفغانستان، بالأخص شعب البنشير.
دا اوس په پنجشیر کې د یو فرانسوي یهودي الاصل په نامه د هنري لیوي چې د یو سیونیستي شبکې په نامه د 300 فعال غړی دی او د اسلامي نړۍ په ګڼ شمېر جنګونو کې هغو لاس درلود او شرارتونه یې کړي د ترکیې کردان دروځلي دي د عراق کردان دروځلي دي د احمد شاه مسعود په څنګ کې هم اوس په پنجشیر کې لګیا ده د احمد مسعود په څنګ کې او د دې جنگ مهندسي اصلا هغه کړی في شخص باسم هنري ليفي فرنسي الأصل وهو حاليا موجود في وادي البنشير. إذا كان هناك ليس تدخل خارجي أو تدخل من حلقات كما قلت خارجية، فماذا يريد هذا الشخص في البنشير؟ لأنه أيضا درب بعض الأكراد، قدم للمجتمع كالإرهابيين وأيضا في دول الأخرى. هذا الشخص معروف ونحن نعرفه، ولماذا الناس لا يتكلمون عن هذا الشخص حاليا موجود في وادي البنشير؟ ماذا يريد من وادي البنشير؟ دا وړاندې هم د احمد شاه مسعود په څنګ کې و. أيضا كان موجود في عهد أحمد شاه مسعود في وادي البنشير، وحاليا أيضا لديه علاقات قوية مع ابنه. دا اوس د امریکا یو شمېر کانګرسمینانو د جو بایدن او د سپینې ماڼۍ نه غوښتي دي چې پنجشیر په رسمیت وپېژني، یعنې دا چې هغه د یو مستقل دولت په توګه په رسمیت پېژني او د هغه مرسته وکړي. حتى الآن لأن دول الغرب، سياسة دول الغرب ليست المخلصة مع أفغانستان، لأن بعض الناس من الكونغرس وزعماء الكونغرس طلبوا من الكونغرس أن يؤيدوا ولاية البنشير كدولة مستقلة من أفغانستان، فهذا طبعا ليس من المنصف. نعم. طيب سيد حكمتيار، دعني أنتقل أيضا إلى نقطة أخرى خاصة بتنظيم الدولة فيما يعرف بولاية خراسان. البعض يقول أن تنظيم الدولة خلال الفترة القادمة من الممكن أن يكون له عمل مؤثر ضد طالبان، ضد أفغانستان بشكل عام، مما يجعل الأعباء تتزايد على أي حكومة قادمة. ما حقيقة الأمر؟ هل تنظيم الدولة يمثل خطورة حقيقية فعلا على أفغانستان في المرحلة القادمة؟ هذا مجرد ضخموا الحركة الداعش كما يقولون وحركة خراسان، هناك تضخيم موجود في الموضوع. حقیقت دا دی چې هغه نه یو خطر دی او نه یو قوت دی او نه هم لغنه ویره او في الحقيقة ليست هي قوة كما يتكلمون ناس عن تلك الحركة، وليست خطر على شعب الأفغانستان، مجرد هناك تضخيم موجود ضخموه وسائل الإعلام ووسائل الغرب. نعم. باور لرم که اشغال ختم شو، دا جګړه پای ته ورسېدله، بهرني ځواکونه له افغانستان په بشپړه توګه ووتل او د هغوی بقایا او ټغر هم ټول شو، نو داعش په وأنا متأكد إن خرجوا القوات الاحتلال بأكملهم، فإن شاء الله في المستقبل لا وجود للداعش ولا لغيره. نعم. طيب سيد حكمتيار، فيما يخص ما ذكره اليوم أحد قيادات طالبان من أن يعني هناك توجه مانع في اتجاه الصين، وهناك من يعول على الصين اقتصاديا، خصوصا بعد هذا الموقف من الغرب الرافض حتى هذه اللحظة على الأقل بعدم الاعتراف بشرعية طالبان. يعني هل تعتقد أن التوجه تجاه الصين خلال المرحلة القادمة هو توجه في الاتجاه الصحيح؟ أنا أريد لكم الارتباط مع قوات العظمى الحكومة تكون مؤيدة من قبل تلك الحكومات. على هذا الأساس ستكون حرب مستمر في أفغانستان أو في الكابل.
بريطانيا پورې تړلی کابل هم د دې باعث شو، په شوروي اتحاد پورې تړلی کابل هم. ايضا كان السبب الاساسي لما كنا في ذاك الوقت الكابل كان متكي على بريطانيا، ايضا تسبب الحرب في الكابل، وايضا في عهد روسيا الروس السابق السوفيت السابق ايضا تسبب الحرب في افغانستان او بالاخص في الكابل، وايضا على دول وأيضا خلال هذه 20 سنة الماضية. وأيضا تسبب الاتكاء على الغرب واتكاء على الناتو، تسبب المشاكل بين الأفغانستان وبين الأقوام الأفغانية، تسبب الحرب وانهيار الحكم أيضا في أفغانستان. که غواړو چې افغانستان کې امن وي او په دې ټولې سیمې کې امن وي، نو که افغانستان باید مستقل وي، په هېڅ لوی ځواک پورې تړلی نه وي او بېطرف سیاست ولري. إذا نحن نريد أن يكون أمن والسلام دون الحرب أفغانستان، فلا بد أن يكون هناك الحكومة مستقلة وحكومة حرة، وأفغانستان أن يعيش دولة حرة، فهذا سوف تكون الاستقرار في المنطقة، ليس فقط مجرد في أفغانستان. وافغانستان د لویو طاقتونو د رقابت میدان نشي. فالآن نحن لا نريد أن تكون أفغانستان أرض المعركة لقوات العظمى. متوازن خارجي سیاست ولري، له ټولو هیوادو سره په مستقله توګه متوازن سیاسي متوازن خارجي سياسات إعمال. نحن أيضا نقول لأن نريد الدولة المستقبلية والنظام المستقبلي أن تكون لها سياسة متوازنة مع كل الدول، سواء مع دول الجوار أو مع دول العالم. نعم. د چین په ارتباط دا ویلی شم چې په دې څلورو لسیزو کې د شوروي اتحاد اشغال په دوران کې هم او د ناټو د اشغال په دوران کې هم چین یو مثبت سیاست غوره کړی. وأريد أن أتكلم معك بخصوص الصين في خلال أيام السوفيت وأيضا بوجود القوات الأمريكية لما كانوا موجودين في أفغانستان، هم اختاروا سياسة متوازنة وسياسة ليست بمعنى لأن الصين اختارت سياسة إما وقفت مع الطالبان وإما وقف مع الأمريكان، لا، ليست كانت سياسة مستقلة وسياسة متوازنة. دې ته په پام سره چین کولی شي د افغانستان په مستقبل کې مثبته ونډه ولري. والصين أيضا يستطيع بإمكانهم أن يلعبوا دورا هاما لبناء أفغانستان وفي مستقبل أفغانستان. نعم. نعم. ماذا عن العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان خلال الفترة القادمة؟ يعني كيف تتوقع طبيعة هذه العلاقة سيد حكمة يار؟ که موږ د متحده ایالاتو له شر نه وژغورلی سو، دا به د الله تعالی فضل و احسان وي. لو نحن نعيش دون وصول الشر من طرف الولايات المتحدة الأمريكية وأن نعيش بالسلام، وإن شاء الله هذا لنا أفضل ولشعبنا أيضا. امریکا د موږ یو څه موده پرېږدي چې د خپل زخمونه التیام کړو. نحن نقول لأمريكا اتركونا لكي نستطيع أن نعالج جروحنا اللي حصلنا بسببكم. منفي أو شيطاني مداخلة بندك. ولا نريد أن تدخلوا في شؤوننا، في شؤون أفغانستان وبين الشعب الأفغانستان أي حركات الشيطانية، لا نريد هذا الشيء. نعم. نعم. طيب سيد حكمة يار، ماذا عن باكستان؟ خصوصا البعض يرى أن لولا باكستان ما كانت طالبان حققت يعني كل هذه النتائج والانتصارات في الفترة الأخيرة. اليوم أنت تعلم أن رئيس الاستخبارات الباكستاني كان يزور بشكل رسمي أفغانستان، فهل هذا صحيح؟ طالبان اعتمدت اعتمادا حقيقيا على باكستان في الفترة الماضية، وبالتالي سيكون لها موطئ قدم كبير
باكستان داخل أفغانستان خلال المرحلة القادمة؟ دلته د ډیرو هیوادونو لوړ رتبه هیاتونه راغلي دي، حتی د CIA مشر هم دلته راغلی. حتى أستطيع أن أقول لكم لأن جاءوا بعض المندوبين رفيع المستوى من كل دول العالم، وحتى رئيس CIA أيضا جاء إلى كابول. همداسې کېدای شي د پاکستان د ISI مشر هم راغلی. أو ممكن أيضا يأتي رئيس ISI إلى أفغانستان. د دې معنا دا نه ده چې ګواکې هغوی د افغانستان د سیاستونو په تعیین کې خاص. ليس هذا بمعنى أنهم يتدخلون في تعيين الرئاسة وفي تعيين الحكومة المستقبلية أن يتدخلوا في شؤوننا وفي أمورنا، ليس بهذا المعنى. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په واضح الفاظو ویلي دي چې موږ له افغانستان فقط یو شی غواړو بس. قال رئيس الوزراء الباكستاني بصراحة لأننا نريد من أفغانستان شيئا واحدا، او هغه دا چې د افغانستان خاوره دي زموږ د رقیب هند له لوري د پاکستان په خلاف ألا تستخدم أراضي الأفغانية ضدنا بمنفعة الهند، تستخدم ضدنا، لا نريد هذا الشيء. او دا چې د امریکا ملګرتیا او مرسته د افغانستان په اشغال و جنگ کې یو اشتباه و نه غواړو چې دا اشتباه بیا تکرار شي. فهم يقولون الباكستان أيضا قال احنا وقفنا جنب الأمريكا مع الأمريكا ضد أفغانستان لاحتلال أفغانستان، هذه كانت غلطة كبرى ولا نريد أن نكررها. زه ګمان کوم پاکستان څخه ډیر څه له افغانستان غواړي، نو هغه به دا وي چې دلته د امني او دوی وتوانېدلی شي مرکزي اسیا ته لار عمومي د مرکزي اسیا غاز و نفت و انرژي د افغانستان له لارې نه په خوندي توګه پاکستان ته انتقال شي. على اعتقادي أن الباكستان الشيء الوحيد ليريد أول شيء الأمن والأمان في أفغانستان، وثانيا لكي يستطيع حصول على بعض مثلا الغاز والنفط في نقل تلك المواد من آسيا الوسطى إلى أراضي الباكستانية. وهذا شيء نحن أيضا نريد هذا الشيء، في هذا الشيء منفعتنا منفعة أفغانستان ومنفعة باكستان. که څوک دغسې یو سیاست د افغانستان په ارتباط غوره کړي موږ ورباندې اعتراض هم نه لرو، اهلا وسهلا ورته وایو. وإذا كانوا هم اختاروا بمثل هذه السياسة تجاه أفغانستان ونحن لا نعترض عليه ونقول لهم أهلا وسهلا. نعم. فيما يخص العلاقة المستقبلية بين أفغانستان وتركيا على سبيل المثال، تركيا يعني أرادت أن يكون لها تعاون مع طالبان فيما يخص المطار، تشغيله، تأمينه. هل أنت تحب أن يكون هناك علاقة وثيقة بين طالبان، بين الحكومة المرتقبة وبين تركيا من جانب آخر، وأن يكون لتركيا موطئ قدم حقيقي داخل أفغانستان في المرحلة القادمة؟ موږ په دې مرحله کې د هوایي میدان د ژر فعالېدو او دغه د امنیت تأمین په ارتباط ضرورت لرو، یو عاجل ضرورت. دا کار باید ډېر زر شوی وای. ونحن نريد أيضا لإعادة البناء ولإعادة الرحلات من مطار الكابول، نحن بأمس الحاجة في هذه الحالة. متاسفانه چې امریکایي سرتیرو د وتلو په دوران کې د وللأسف الشديد في حين الخروج القوات الأمريكية من أفغانستان وبالأخص من مطار كابول لقد دمروا كل الوسائل اللي كان موجودة في مطار كابول، سواء الوسائل العسكرية أم وسائل المدنية. دا چې نن ترکیه او قطر په ګډه راغلي مصروف دي جدي او غواړي چې هوایي میدان نه یوازې ترمیم او فعال شي بلکې امنیت هم تامین شي،
موږ د دې تایید او قدرونه کوو. وكما سمعنا لجان الفنيين من دولة تركيا ومن دولة القطر وهم يريدون تشغيل المطار من كل النواحي من ناحية فنية، فنحن نقدر ونرحب بذلك. زه فکر کوم چې ترکیه او قطر چې کوم ګام اوچت کړی ده له دې معلومیږي چې هغوی په صادقانه توګه غواړي افغانانو سره مرسته وکړي. أنا أعتقد لأن تركيا ودولة قطر اللي قاموا بعمل تشغيل المطار وبمساعدة إخوانهم على ما أظن أنهم مخلصين وليس لديهم إلا خدمة الشعب الأفغانستان. ترکیه ډیر څه افغانانو سره کولی سي او افغانان تر ډیره حده پورې په ډیرو برخو کې په ترکیې باندې او د هغې په دوستي او همکاري باندې حساب کولی شي. وتركيا أيضا بإمكانها أن تخدم أفغانستان في كل المجالات، لديهم استطاعة ونحن نعتمد عليهم أيضا. نعم. کاشکې موږ په اسلامي نړۍ کې دغسې نور هیوادونه هم درلودلی چې مستقل دي د غرب او مخصوصا د امریکا له اغېز نه مستقل دي او په خارجي سیاست کې آزادانه خپلو ملي مصالحو ته په پام سره د خپلو ارزښتونو په رڼا کې د افغانستان سره خپل روابط قائم کې. کاش دغسې هیوادونه مو نور هم درلودلی. يا ليت كنا نمتلك الدول الإسلامية مثل تركيا في العالم كله لكي يستطيعون قراراتهم بكل حرية بكل استقلالية، ولكن للأسف الشديد. نعم. نعم. سيد حكمتيار، يعني الوقت المتبقي قليل، فدعني أعود إلى الداخل في أفغانستان مرة أخرى. التجربة طالبان الأولى، بماذا تنصح طالبان حتى تسير الأمور على ما يرام في أفغانستان وحتى لا تقع في أخطاء كما يقول البعض وقعت فيها في تجربتها الأولى قبل 20 عاما؟ هیله مې دا ده چې طالبانو له مخکنیو کلونو او له مخکنۍ تجربې أنا أتمنى أن حركة طالبان تعلمت من تجاربها السابقة تجاه أفغانستان. توصیه او مشوره مې طالبانو ورونو ته دا ده چې دلته په افغانستان کې باید ټول اسلام ته ژمن ګوندونه شخصیتونه بل ته د جمهوري لاس ورکړي. ونصيحتي لإخوة طالبان ونصيحتي ومشورتي لإخوة طالبان لأنهم يكونوا متفقين ومتحدين بتشكيل حكومة القادمة لكي يشاركوا فيها كل الناس، الكوادر اللي موجودة بين الشباب وبين حركات الإسلامية والكوادر والناس الآكفاء لابد أن يكونوا شركاء في حكومة القادمة. سره له دې ټولو دشمنان چې زموږ لپاره په کمین کې دی او نه پرېږدي چې افغانستان کې امن و ثبات قایم شي، اسلامي حکومت جوړ شي، موږ دې ته ضرورت لري چې ټول په ګډه دا کار. وعلى كل ذلك لأن في بعض الناس كما يقولون قاعدين في الكمين لأفغانستان ولشعب أفغانستان ما يريدون لكي نستطيع أن نشكل الدولة إسلامية أو حكومة الإسلامية، ولكن فلا بد من حكومة الإسلامية. نحن بأمس حاجة إلى حكم الإسلامي ودولة إسلامية وحكومة شاملة في المستقبل. د دې ټولو تهدیدونو، ګواښونو، خطرونو، دشمنانو مقابله او یو قوي مرکزي اسلامي افغانستان جوړول آسان کار نه دی. له موږ نه ډېر زیات قرباني ایجابوي، ګډ کار ایجابوي. اسلام ته ژمن ټول ځواکونه باید یو بل ته لاس ورکړي او د دې خطرونو او ګواښونو مقابله. على كل وجود كل هذه التهديدات اللي موجودة كما قلت سابقا، لأن كثير من الدول ما يريدون أن يكون عندنا النظام قوي، وجود النظام قوي في أفغانستان لكي نستطيع أن نكون موحدين وأن نبني دولة إسلامية قوية في المنطقة. فهذا الشيء طبعا محتاج لتضحية كبيرة، فلا بد من تضحيات في المستقبل. نعم. باید محتاطانه ګام واخلو. فلا بد أن نأخذ الخطوات إلى طرف المستقبل بكل الاحتياط وبكل الفهم. طيب،
د ایمان او د عقیدې په رڼا کې مخکې لاړ شو. إن شاء الله إن شاء الله سوف نذهب في ظل عقيدتنا وفي ظل إيماننا وفي ظل الإسلام إلى الأمام إن شاء الله. نعم. طيب سيد حكمة يار، عفوا للمقاطعة، الوقت يكاد يكون انتهى. دعني في البداية لم نستمع إليك بشكل جيد. كنت أسألك في البداية إذا عرض عليك الآن منصب في الحكومة القادمة لطالبان أو في أي تشكيلة سياسية قادمة، هل أنت شخصيا يعني ستقبل بهذا العرض؟ عرض مې وکړو، مخکې مې د ځواب ووایو چې أنا قلت لك موږ هر ډول صادقانه ملګرتیا ته چمتو یو. د دې لپاره نحن مخلصين والصادقين وجودنا ووقوفنا مع الطالبان. دې ته چمتو یو چې د اسلامي افغانستان جوړولو لپاره صادقانه توګه له هر چا سره ملګرتیا وکړو. فنحن جاهزين ونحن كما قلت قبل قليل لأننا مخلصين والصادقين في بناء المستقبل لشعب أفغانستان ولأفغانستان حكومة قوية وحكومة مستقبلية وحكومة شاملة. حزب اسلامي او ټول دا غني کوادر د طالبانو خدمت کوي. ونحن واضحين وصريحين كما قلت لكم، حزب الإسلامي وكوادر الحزب الإسلامي والناس المخلصين الموجودين في حزب الإسلامي وناس الأكفاء الموجودين في حزب الإسلامي هم إن شاء الله سوف يوقفوا بجنب الطالبان لبناء المستقبل ولبناء الحكومة القوية المستقبلية لخدمة الشعب والبلد. نعم. حکومت کې د کوم منصب قبلولو ته نه عجله لرم او نه هم تلوسه. أنا لست حريثا على حصول المنصب ولا مستعجل لكي أحصل على المنصب في حكومة المستقبلية، وخلال هذه السنوات كلها كنا نريد دولة إسلامية وحكم الإسلامي في أفغانستان، وهذه عقيدتنا إن شاء الله. که افغانستان کې اقتدار صالح، اسلام تجمن او متحد اهل شخصیتونو توسپارلی سي، موږ خپل هدف ته رسیدلی. إذا شاركوا في النظام المستقبلي ناس الأكفاء وناس الصادقين وناس المخلصين، فنحن بمعنى وصلنا إلى هدف الأساسي لبدينا من بداية حتى الآن. مطمئن اوسئ چې موږ به د هر هغه چا چې شعار اسلامي، شعار یو مستقل او آزاد اسلامي افغانستان جوړول وي، د هغوی په څنګ کې د تل لپاره. وأريد أن أقول لكم اطمئنوا، نحن دائما نكون واقفين جنب إخواننا الذين هم يريدون النظام الإسلامي والحكومة مستقلة وحرة. نحن دائما واقفين معهم ولأجل مصلحة الشعب إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا سيد قلب الدين حكمة يار زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني، كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من كابول. أشكرك شكرا جزيلا.